الإخوة هكذا كيف رباه أبوه؟ رباه أيها الإخوة كما ذكر ابن كثير، وانظروا إلى التحريف. ابن كثير يروي عن الإمام الطبراني أيها الإخوة، ولم يتعقب هذه الرواية بشيء بل بررها، أن يزيد كان فيه ما في الأحداث والعياذ بالله، يميل إلى الشهوات وإلى المخالفات ويشرب الخمر، كان شريبا، كان شروبا شريبا للخمر. فبماذا أوصى معاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله ابنه؟ كيف رباه؟ قال له: يا بني، لا يليق بالعاقل، لا يليق بالعاقل أن يتهتك هذا التهتك، يعني يفعل المعاصي أمام الناس بما يذهب مروءته. وليت شعر أين مروءة معاوية أصلا حتى يكون ليزيد مروءة؟ أين المروءة؟ هذا موضوع طويل. مروءة، سوف نرى المروءة كيف، ونرى كيف يربيها على المروءة بما يذهب بمروءته ويشمت به عدوه ويسيء إلى صديقه ويسيء إلى صديقه. العاقل الأريب يمكن أن يصل إلى ما يشتهي دون أن يناله شيء من هذا. يا بني، وإني منشدك شيئا من الشعر فاحفظه وتأدب به. استمعوا بالله عليكم، هذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية حتى تعرفوا الحقائق التي لا تقال لنا ولا يراد لنا أن نسمعها باسم الحق وباسم الفتنة. أنا أقول لكم باسم الكذب والتزييف. كذا كفى كذبا وتزييفا علينا وعلى أمتنا. يقول معاوية لابنه: انصب نهارا في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب، حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب، فباشر الليل بما تشتهي. يا شاء الله على التربية. الإخوة والأخوات الذين يحبون أن يتلقوا دروسا في التربية ليقرأوا سيرة معاوية مع ابنه يزيد كيف يربيه. وفي المقابل انظروا إلى علي كيف ربى الحسن والحسين، ليأتي يزيد فيقتل الحسين شر قتله. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نعم، يقول: فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب. الذكي نهاره هو في الليل، يفعل ما يريد، لا أحد يراه. ماذا تريد؟ افعل. كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب، غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب، ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. يا سلام على الحكمة، يا سلام، يا سلام على التربية. معاوية يقول لابنه يزيد: لا تسكر أمام الناس، لأن هذا سيسيء إليك، سيسيء إلى سمعتك. طبعا هو حاط في باله معاوية أن يجعله أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بعده أيها الإخوة. قال له: لا تشرب أمام الناس، تحب أن تشرب، تحب أن تعربد في الليل، الليل نهار الأريب. العجب والله، العجب والله من الحافظ ابن كثير رحمه الله وعفى الله عنه. قال: وهذا كما ورد في الحديث: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. قلت: لا والله ما هذا كهذا يا ابن كثير، لا والله الذي رفع السماوات يا ابن كثير ما هذا كهذا، ووالله الذي لا إله إلا هو لا يقبل أحد من أحد منا أن يؤدب ابنه على هذا النحو، وسيتهم بأنه منافق ومتهتك، وربما اتهموه بالزندقة. تقول له: أنت زنديق. تقول لابنك: عربد في الليل، وفي النهار اظهر بأزياء الصالحين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أين القرآن يا ابن كثير؟ يا مفسر القرآن يا إمامنا، عفى الله عنه، زلة لعالم كبير. لكن الهوى، حبك الشيء يعمي ويصم. انتبهوا، حبك الشيء يعمي ويصم، وحبك الحق والحقيقة يكشف الغماء عن عينيك فترى الأشياء بأقدارها، حتى وإن كان القائل في مثل جلالة الحافظ ابن كثير، وإنه لجليل، إمام وحافظ ومحدث ومؤرخ ورجل صالح. لكن هذه زلة كبيرة يا ابن كثير. لماذا تريد أن تخدعنا عن الحقيقة؟ تقول هذا كهذا. لا والله